التحية والسلام هيقول لنا ضيفنا الهمام على كل شيء بالتمام، شايله في صندوق الزمان، معطر بذكرى جميلة، معطر بلون الفل، تطفي عليه بهجة يفوح عبرها على الكل. في صوت العرب من القاهرة، الصندوق الأبيض. الصندوق الأبيض مع ماهر فوزي. أيها الإخوة، نرحب بكم والصندوق الأبيض الذي يحتوي على ما يمتلكه الضيف من مقتنيات كثيرة متنوعة قيمة تعني له الكثير في حياته، ويحتفظ بها في هذا الصندوق في إشارة إلى ماضيه وحاضره. ونحن نفتش في هذا الصندوق في محاولة لرؤية ما به، فنتعرف عن قرب على ضيفنا أو ضيفتنا لكي تتضح الصورة. أيها الإخوة، ضيفتنا على موجات صوت العرب هي محامية وكاتبة، كتبت العديد من المقالات وطرحت الكثير من الأفكار التي تمنت أن تخرج إلى النور، وقد حدث. ترى الحياة بحلوها ومرها، رؤية فلسفية إيجابية، محبة للمجتمع ومحبة لأرض الوطن. هي السيدة ليلى جوهر. مقتنيات الكاتبة في صندوقها الأبيض كثيرة. ستفتح الصندوق ونرى أول هذه المقتنيات. مساء الخير عليكم، سعيدة النهاردة بوجودي معاكم في حلقة رائعة من برنامج الصندوق الأبيض في إذاعة صوت العرب، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على مستمعي الإذاعة المصرية. يعني السنة دي بحب في أول اللقاء إن أنا أهني بقدوم عام 2023، وأتمنى يا رب الخير والسعادة والهناء لكل فرد على أرض مصر والوطننا الحبيب مصر، التقدم والرخاء والسلام. وطبعا برنامج الصندوق الأبيض برنامج رائع ذو شجن ولمحات إنسانية جميلة، بيغوص في أعماق الضيف بحيث إن هو بيستخرج أجمل ما لديه من صندوقه الأبيض. الصندوق الأبيض اسم جميل على مسمى، فاللون الأبيض من أحب الألوان إلى قلبي ونفسي، فأنا عاشقة لهذا اللون الذي يتمثل في يعني جمال الزهور كزهرة الورد، زهرة الفل والياسمين. فطبعا اللون الأبيض لون رائع، وكان ليا ذكريات جميلة جدا جدا مع اللون الأبيض في جميع مراحل حياتي. فيا رب إن شاء الله بإذن الله أكون ضيفة يعني فعلا تستخرج ما لديها من صندوقها الأبيض. الكاتبة والمحامية ليلى جوهر. الصندوق الأبيض لدي فيه ذكريات جميلة جدا. أنا يعني منذ صغري، من وأنا طفلة صغيرة كان ليا ذكريات جميلة مع اللون الأبيض، وأنا لسه في فترة الحضانة وكنت صغيرة كنت بغني في فريق الكورال للمدرسة، وكان عندي فستان أبيض. كنت يعني عندي صورة لي وأنا صغيرة، يعني كل بشوف الصورة دي بفتكر جمال الذكريات. في نفس الوقت أنا بقى عاشقة للورود البيضاء في زهرة الفل والياسمين، وكنت بحتفظ ليا بأجندة ببعض الورود المجففة البيضاء اللي هي بتبقى هدايا ثمينة وقيمة. يعني أنا بعتبر إن هدية الورود دي أجمل هدية ممكن يهديها يعني يهديها الإنسان لإنسان آخر، بتحمل معنى الجمال والحب والمودة والصفاء. يعني اللون الأبيض لون جميل. أنا لدي في مقتنياتي في الصندوق الأبيض مش يعني بعض الأشياء المحسوسة وبعض الأشياء غير المحسوسة. الأشياء غير المحسوسة دي زي
الأحلام والأمنيات اللي الإنسان حلمها منذ صغره يعني وفي بعض الأحلام اللي تحققت والبعض الآخر لم يتحقق، وفي بعض الأشياء المحسوسة زي بعض الكتب وزي بعض القصصات الورقية وبعض يعني هنقول بعض الهدايا، بعض يعني اللي أنا اكتنزته في حياتي، أنا أغلبها يعني هنقول إيه أشياء روحية ونفسية أكتر منها مادية. أنا كان لدي بعض الأحلام وأنا صغيرة، كان عندي أجندة كنت بعنوان أحاسيس وخواطر، كنت بكتب فيها كل أحلامي وأمنياتي من وأنا صغيرة. طبعا طبعا التدرج في السن يعني مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة النضج، كل دي عبر السنين كنت ببدأ بحاجات صغيرة أبدأ أكتب فيها بعض الأحلام والأمنيات، بعض الرسومات، بعد كده تدرجت بقى من كتابات لبعض الأشعار، وفي نفس الوقت بعد كده تدرجت لبعض المقالات وبعض الأحلام والأمنيات. يعني كل ما بفكر في حلم أو أمنية أجيب الأجندة بتاعتي وأبدأ أفكر يعني إزاي إن أنا أبحث أحوال المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأبدأ أكتب كل مشكلة على حدة، وأبدأ إيه الأسباب اللي أدت لوجود المشكلة وإيه الحلول اللي ممكن إن إحنا نقترحها لحلها. ففي بعض الأحلام تحققت إلى واقع، وبعض الآخر ينتظر يعني أن يتم تحويل الحلم إلى واقع إن شاء الله بإذن الله. بحلم معاك بسفينة وجنون ترسمنا والبحر تاني الريح تعاني والاقيك ثاني وايديك شطي وأماني العالم كله بأسراره عايش ويايا عايش جوايا طول ما انت في الرحلة معايا. اسمك واسمي يا حبيبي مدينتي وحكايتي سكني وترحالي لاي 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 أحلم معاك بسفينة وجميلة ترسينا والبحر تاني الريح تعاني والاقيك عليك وايديك شطي وأماني العالم كله بأسراره عايش ويايا عايش جوايا طول ما انت في الرحلة معايا. اسمك
كتبتها ونشرتها الكاتبة ليلى جوهر واحتفظت بها في صندوقها الأبيض. طبعا فيه لسه احلام كتيره جدا 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 الانسان حلم بيها ونفسه ان هو تتحقق مع بدايه عام جديد. يعني انا كاتبه في مقالي في جريده الجمهوريه نشر في الاسبوع الماضي، هو كان مع نحو عالم افضل، نحو عالم افضل في جميع المجالات الثقافيه التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، في كل شيء مع النحو عالم أفضل. إحنا كلنا بلا استثناء إيد واحدة كأبناء وطن واحد، وطننا الحبيب مصر، في المجال التعليمي نرجع نبذل بذور الثقافة والمعرفة والنشأة السليمة، التربية الدينية السليمة، النشأة الصحيحة ومعرفة منهج الدين، وإزاي عودة الطالب لدور المكتبات الجميلة والدور إن هو ينهل من منابع العلم والمعرفة. إزاي إن إحنا في المجال الديني إزاي نفهم الطالب أو الناشئ الصغير المفهوم الصحيح للدين من عبادات والمعاملات. إزاي إن إحنا في المجال الاقتصادي إزاي إن إحنا نبقى إيد واحدة بنعمل وننتج من أجل وطننا الحبيب مصر. إزاي إن إحنا نزرع بذرة القانون، نغرس بذرة القانون. إحنا مش أقل من الدول المتقدمة اللي أصبحت ليها الأفراد المجتمع كلهم ملتزمين قانونيا. أنا رأيي إن القانون فيه المنع وفيه الردع وفيه الانضباط وفيه الالتزام وفيه تحمل المسؤولية. لو القوانين دي كلها تحولت من التشريع إلى التطبيق فهينصلح حال المجتمع، بالإضافة إلى الوازع الديني وإلى الضمير. كل ده بيكون شخصية أو سلوك أفراد المجتمع. فكلنا بلا استثناء لو إحنا عملنا في جميع المجالات بجهد وبضمير وبحب واللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيه بالسعي والتوكل على الله، إحنا هنلاقي وطننا مصر ده أعظم بلد في الدنيا وأجمل بلد في الدنيا. فيعني صندوق الأبيض مليء بالحاجات يعني هنقول الأحلام والأمنيات الجميلة. يعني في أحلام أنا أتمنى إن هي فعلا تتحقق في سبيل الارتقاء بوطننا الحبيب في كل شيء. وطبعا أنا بدعو إن إحنا المجال الإعلامي مجال رائع وجميل جدا جدا، سواء الإذاعة المصرية أو التلفزيون المصري، كل ده بلا استثناء إن هم يقوموا بدورهم في نشر الثقافة والفكر والمعرفة، وإن إحنا فعلا نناقش المشكلات الحياتية لأبناء المجتمع بصدق، وإن إحنا نرجع أصلا نبذل بذور يعني هنقول بذور الأخلاق والمعرفة والثقافة، كل شيء من خلال الإعلام عامل مؤثر جدا 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 في تشكيل الشخصية. زي ما احنا تربينا من واحنا صغيرين على المسلسلات الجميلة اللي سابت أثر فينا جميل جدا جدا. احنا كان عندنا ضمير قبل حكمة، عندنا الشهد والدموع، المرأة المكافحة اللي كانت بتربي أولادها واللي كانت بتشتغل لغاية ما خرجتهم كلهم من الجامعات. إن عندنا أفلام ومسلسلات رائعة جدا جدا، وعندنا برامج رائعة، برنامج العلم والإيمان لدكتور مصطفى محمود، برنامج عالم البحار لدكتور حامد جوهر. احنا عندنا فرقة الموسيقى العربية اللي كانت كل يوم لينا حفلات ليها في التلفزيون وبنقعد نستمع للطرب الأصيل. احنا عايزين الإعلام تاني يرجع لدوره الثقافي والتنويري الجميل جدا جدا. وأنا يعني أقر بأن الإذاعة المصرية والمحطات دي محطات رائعة، وفيها الكلمة وفيها الصدق المعلومة وفيها يعني الدعوة إلى الجميع في جميع المجالات بلا استثناء. فأنا عاشقة للإذاعة المصرية، بأتمنى إن بجميع المحطات أو جميع القنوات الإعلامية إن هي تحذو هذا الحذو الجميل في نشر الفكر والثقافة والمعرفة. فأنا أتمنى إن إحنا فعلا نرجع للبرامج الإعلامية الجميلة والمواد الإعلامية الرائعة والمسلسلات والأفلام زي أيام السادات وزي جمال عبد الناصر وزي الطريق إلى إيلات وزي مسلسل الراية البيضاء وزي مسلسل العائلة والشهد والدموع وفي حاجة غلط. والله على مسلسلاتنا والله على ذكرياتنا اللي احنا بنحتفظ بيها في خانة الذكريات، ودي تعتبر من ضمن الصندوق الأبيض الجميل اللي الإنسان بيحتفظ بيه.
نفس السراب، تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب، كلنا من أم واحدة أب واحد دم واحد، بس حاسين باضطراب، بس حاسين باضطراب. ليه بنتغرب في دنيتنا الغريبة؟ ليه نقابل كل شيء بشكوك وريبة؟ ده احنا لو عشنا حياتنا بصفو نية نجمة الحلم البعيد كان قريبنا. في زمان الغربة درنا يا مدرنا، ريح بتجبرنا وريح تضرب صدورنا، بس طول ما قلوبنا مليانة محبة كل هبة ريح فينا تغرس جذورنا، كلنا من أم واحدة أب واحد دم واحد، بس حاسين باضطراب، بس حاسين باضطراب، تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب، تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب، كلنا من أم واحدة أب واحد دم واحد، بس حاسين باضطراب، بس حاسين باضطراب. قصة شعب من الورق كتبت عليها الكاتبة ليلى جوهر مجموعة من الأفكار. لدي العديد من الأحلام والأمنيات لعام 2023. كان في فكرة أنا كنت مقدماها منذ سنوات، هي إقامة أسواق في جميع المحافظات هنقول للقضاء على مشكلة الاحتكار، ودي فعلا يعني أنا ساعدت في الأيام الماضية إن في فعلا سوف يتم إنشاء هذه الأسواق في جميع المحافظات، سواء كانت أسواق جملة أو نصف جملة، ودي كانت يعني قمة السعادة إن الإنسان يحلم حلمه ويجده إن شاء الله بإذن الله سيصبح واقعا ليفيد الناس. وفي فكرة تانية برضو أنا أتمنى إنها تتحقق في 2023، وهي فكرة مشروعنا. ومشروعنا دي الفكرة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري في المحافظات كلها. يعني الفكرة ببساطة إن كل محافظة بتتميز بسلعة معينة، سواء كانت زراعية أو صناعية. فمثلا في دمياط بتتميز بصناعة الأساس وصناعة الألبان وصناعة الأحذية وصناعة السفن. وفي الإسماعيلية مثلا الخضروات والفواكه. وفي كل محافظة فيها منتج بسلعة معينة بتتميز بيها هذه المحافظة. فالفكرة إن إحنا يعني مزيدا من الدعم لهذه الصناعات الصغيرة، بحيث إن إحنا بنحقق التكامل الاقتصادي والتجاري ما بين المحافظات. وده طبعا يبقى إن إحنا فعلا يعني تبقى لدينا منتجات مصرية رائعة ورائدة. دي طبعا قمة الفخر لينا. وفي نفس الوقت أتمنى
اتمنى تنفيذ يعني حلم ليا منذ سنوات، اللي هي دار الانسان لرعايه اطفال الشوارع. واتمنى الخير لوطننا الحبيب مصر ومزيدا من التقدم والانجاز والابداع في جميع المجالات، واحنا كلنا نبقى كابناء وطن واحد متكاتفين ومتعاونين في بناء وطننا الحبيب وفي الدفاع عنه. فاحنا كلنا بلا استثناء ابناء هذا الوطن اللي يجب علينا ان نقوم بدورنا في بنائه وفي الدفاع عنه كابناء وطن واحد. ودي يعني هنقول دي يعني قليلا من الامنيات والاحلام في عام 2023. ويا رب الخير والسلام والسعاده لوطننا الحبيب مصر ولكل اهلنا على ارض جمهوريه مصر العربيه. واحنا وكل سنه واحنا تملي ايد واحده وشعب واحد في مواجهه المحن والازمات، وفي كل شيء ممكن ان احنا يعني نواجهه لمستقبل افضل وطننا الحبيب مصر. هي كلمة من قصرها مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها. هي كلمة هختصرها مصر مبتدأ الحياة دي وخبرها. هي كلمة من قصرها مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها. هي كلمة هختصرها مصر مبتدأ الحياة دي وخبرها. مصر مهما فضلت ترسم صورة ليها ولا مهما سرحت وتخيلت فيها مش هتلقى حد كان يتساوى بيها. مصر زي ما هي دايما فاتحة بابها تبقى لسه من جديد دوب سايبها بس روحك برضه بتخاف عليها. هي كلمة من قصرها مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها. هي كلمة اختصرها مصر مبتدأ الحياة دي وخبرها. مصر هي مصر دي دايما انسى نفسي لما بفتكر. مصر فعلا صعب جدا عني شبه حد تاني لحد غير. مصر مهما فضلت ترسم صورة ليها ولا مهما سرحت وتهيني فيها مش هتلقى حد كان يتساوى بيها. مصر زي ما هي دايما فاتحة بابها تبقى لسه من جديد يا دوب سايبها بس روحك برضه بتخاف عليها. كيف رأت الكاتبة ليلى جوهر دور الكاتب في صلاح المجتمع؟ أجابت: يعني أنا رأيي إن الكاتب هو نبض المجتمع، هو اللي بيمشي بين الناس، بيشوف أحوالهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بيبدأ إن هو يشوف بعين المحب للوطن، بعين المحب للناس، بيناقش المشكلات ويشوف إيه أسبابها، بيبحث في أسبابها اللي أدت إيه الحلول المبتكرة اللي ممكن إن هو فعلا ممكن إن هي تؤدي لأن
المشاكل دي تتحل. انا كان ليا حلم من منذ سنوات، كنت قدمته للجهات المسؤولة، دي كان لحل مشكلة النظافة. كنت بجيب كل يوم ورقة وقلم وأقعد أكتب أبحث إيه أسباب مظهر غير الحضاري في الشوارع. بدأت إن أنا أبحث وأشوف الأسباب، وفي الآخر خالص كتبت فكرة النظافة بين المعضلة والحل. فعلا قدمتها للجهات المسؤولة سنة 2014 وسنة 2015. بعد كده نشرتها في العديد من المقالات والحلقات الإذاعية المختلفة. الفكرة دي كانت بتنقسم لشقين: إنشاء هيئة النظافة في جميع المحافظات، ودي المسؤولة عن تجميع القمامة من المنازل إلى المصانع مباشرة. والشق الثاني إنشاء مصانع للأسمدة، ودي تبقى موجودة ليها المنتجات اللي بتخرج من المصانع زي منتجات الطاقة والمنتجات البلاستيكية. وكتبت فكرة يعني شاملة، هنقول على كيفية التمويل والأقسام وكيفية العمل. فالحمد لله والشكر لله، نعمة وفضل من ربنا، إن أنا وجدت في سنة 2020 قانون رقم 202 لسنة 2020 قانون إدارة المخلفات، شامل الفكرة شاملة الحمد لله الحمد لله، وده فضل من ربنا كبير جدا جدا. وأصبحت كمان زي الطير اللي محلق في السماء. قد إيه إن أنا كنت سعيدة جدا 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 إزاي إن الإنسان حلم والحلم ده أصبح حقيقة، حتى لو في بعض التعديلات البسيطة اللي موجودة. بس أنا بقيت سعيدة جدا جدا جدا، وبقيت أنظر للسماء وأقول يا رب الحمد لله والشكر لله إن ربنا ألهمني الفكرة دي. هو الإنسان هو مش ده، ربنا سبحانه وتعالى بيخليه هو بيفكر. وفي الآخر خالص لما الفكرة دي بتبقى مفيدة للمجتمع ومفيدة للناس ومفيدة للوطن، بيبقى ده قمة سعادة الكاتب. الإنسان ما عليه غير إنه يحلم ويفكر ويطابق ما بين الحلم وما بين الواقع، وفي الاخر خالص ربنا اللي يعني بيوفقه، واللي ما بتحول الحلم الحقيقة ده بتبقى سبب سعادة الكاتب او الانسان اللي هو بيحب وطنه جدا، واللي هو بيسعى ان يعني بيرى وطنه في اجمل صورة في الكون. فدي يعني ده قمة سعادة الانسان. فيعني ممكن ان احنا الانسان كل واحد فينا في مجال حياته يفكر ازاي يطور من مجال عمله، ازاي ان هو يعطي العطاء ده. يعني اجمل حاجة في الانسان هي العطاء، ان هو احنا كلنا بلا استثناء في طبعا المادة دي مهمة في حياة الانسان، بس انا من وجهة نظري انا ان العطاء بلا مقابل هو أسمى أنواع العطاء. ليه؟ لأن هو ده بيبقى بحب، بيأثر في شخصية الإنسان، وهو ده الأثر الطيب اللي ممكن بيسيبه الإنسان في الحياة. فكلنا بلا استثناء لما إحنا بنجمع طبعا الحياة الواقعية اللي إحنا عايشينها بتحتاج إلى المادة، وفي نفس الوقت بتحتاج إلى طيب الأثر. فإحنا بنجمع ما بين الاثنين، بنأدي عملنا، واللي في استطاعته إن هو بيقدم عمل بعطاء في جميع المجالات الطبية والعلمية والتعليمية. وفي كل واحد فينا لو احنا فعلا بذلنا مجهودنا في ان احنا نرتقي بالمجتمع ونرتقي بابناء الجيل القادم، فده هيبقى دور رائع جدا 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 علينا. وهو فعلا ده الاثر الطيب الحقيقي اللي بيفضل في حياة الانسان. يأملنا ونبض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يأملنا ونبض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب يا شباب، احنا فينا في العزم ملكش حدود. دورك
بتنادي وتقول لك زود من امجادي. دايما بالحب عليك بتنادي وتقول لك زود من امجادي. دايما بالحب عليك بتنادي وتقول لك زود من امجادي. يا شباب يا شباب، يا شباب دعوة خلاقة، عاوزين كل الافكار، عاوزينك تيجي تساهم، عاوزين منك اصرار. يا شباب دعوة خلاقة، عاوزين كل الافكار، عاوزينك تيجي تساهم، عاوزين منك اصرار. وبأخلص قلب تكون ويانا ونقول للدنيا أملنا ادانا. وبأخلص قلب تكون ويانا ونقول للدنيا شبابنا ادانا. وبأخلص قلب تكون ويانا ونقول للدنيا أملنا ادانا. يا شباب يا شباب، يا شباب انتوا المستقبل، انتوا اللي في كل مجال، انتوا الشعب اللي هتمشي من ورا منها اجيال. يا شباب انتوا المستقبل، انتوا اللي في كل مجال، انتوا الشعب اللي هتمشي من ورا منها أجيال. دفت مركبنا أهي في إيديكم والأمل الغالي عهد عليكم. دفت مركبنا أهي في إيديكم والأمل الغالي عهد عليكم. دفت مركبنا أهي في إيديكم الأمل الغالي عهد عليكم. يا شباب يا شباب، صوت عربي. وأملنا ونبض حياتنا يا شباب الإنجازات، يتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا أملنا ونبض حياتنا يا شباب الإنجازات، يتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب يا شباب. حلم الكتابة راود الكاتبة ليلى جوهر منذ الصغر. من هو الكاتب الذي أثر في شخصيتها وجعلها تقتني العديد من الكتب في صندوقها الأبيض؟ من وجهة نظري الشخصية إن كل إنسان يعني لديه حلم، الحلم ده بيسعى لتحقيقه بالسعي والعمل والتوكل على الله والإيمان بالله. الحلم ده بيتحقق لواقع، ولكن لابد من السعي، إن يكون الإنسان عنده إرادة ويتحلى بالأمل والحلم. في الإرادة والأمل والحلم بيتحول إلى أي حلم إلى حقيقة إن شاء الله. يعني أنا أقول إن أنا كنت حلمي وأنا صغيرة إن أنا أبقى كاتبة، فبدأت يعني إن أنا بكتب بعض الكتابات البسيطة، فوجدت بعض الأشخاص اللي هم يعني وجدوا إن أنا يعني هنقول إيه لدي بعض يعني هنقول بعض الفكر اللي ممكن إن هو يبقى يعني ما نقول إيه دعوة إصلاحية. فبدأت إن أنا يعني أتوجه للكتابة، وكان طبعا أي أجمل شيء في حياتي إن أنا بقيت كاتبة. وأنا ده كان حلمي، إن أنا عاشقة لبعض الكتاب وبعض الأدباء وبعض العلماء اللي هم يعني هنقول إن هم شكلوا وكونوا شخصياتنا، زي اللي أنا كنت بحب جدا جدا وأنا صغيرة الكاتب المبدع عبد الوهاب مطوع، لأن هو ذو لمحات إنسانية جميلة وذو فكر إنساني. كنت لازم
والدي الله يرحمه كان لازم نبقى حريص على اننا بنجيب جريدة الاهرام كل يوم طبعا، والاخبار والجمهورية، يعني جميع هنقول الصحف القومية اللي احنا صغيرين اتربينا عليها، ومجلة الكواكب وحواء وبعض المجلات الجميلة، وطبعا بعض الكتب طبعا زي الدكتور مصطفى محمود، وطبعا الدكتور جمال حمدان وأنيس منصور وأحمد رجب، ولا يعني احنا لدينا كتاب مبدعين. فكان يعني ليا مواقف مع الكاتب المبدع عبد الوهاب مطوع. كنت انا بحب جدا 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 بريد الاهرام، وبنتظر كل يوم جمعه علشان اقرا القصه اللي في بريد الاهرام. فكانت القصص دي بتاثر في حياتي جدا لانها قصص من الواقع، وكنت بجيب بعض القصص دي بقصها وبحطها كقصصات في اجندتي الخاصه بيا. وكانت ليا يعني قصه كانت اثرت فيا نفسيا جدا، هي قصه الدب الفضيه، اللي واحد كان بيحب زوجته جدا جدا وكان وافي بيها جدا. بعد وفاتها فضل يلبس الدبة الفضية، وبعت قصته للكاتب عبد الوهاب مطوع، وقد ايه ان هو ما زال كل يوم بيدعو ليها بعد وفاتها، وبيقرأ ليها القرآن وبيعبو ليها، وكان حابب ان هو يكرمها بانه بيقول قصة حياته معاها، وقد ايه ان هي عانت معاه وكافحت معاه لغاية ما وصلت أولادهم لبر الأمان، وإن هو وصلت له الجو الهادي جدا جدا للعمل والكفاح. فأنا كنت يعني أحببت هذه القصة وحطيتها من بعض القصصات اللي موجودة لدي. طبعا أنا عندي صندوق الأبيض مليان، يعني نقول بعض الكتب الجميلة زي كتاب دكتور مصطفى محمود رأيت الله، وزي حول العالم في 200 يوم للكاتب أنيس منصور، وهنقول وبعد طبعا الكتب للشيخ محمد متولي الشعراوي تفسير القرآن، ويعني هنقول بعض الكتب. مش عايزة أطيل على المستمعين، بس أنا يعني بحلم بعالم جديد وهادي، وإن إحنا فعلا كلنا كإيد واحدة في أبناء وطن واحد، إن إحنا نسعى لخدمة وطننا الحبيب والارتقاء بيه. ورأيه يعني أنا يعني كاتب العالم المبدع وهنقول عميد الأدب العربي طه حسين يعني قال كلمة أن التعليم كالماء والهواء. فأنا رأيي إن في هذا العصر إن الثقافة أصبح يعني أتمنى إنها تصبح كالماء والهواء. فيا ريت إن إحنا نرجع تاني لدور الثقافة ودور التعليم في بناء شخصية الناس، اللي هم دول اللي بيشكلوا العوامل الأساسية في تربية النشء، بالإضافة طبعا إلى دور المؤسسات الدينية في تربية النشء على المنهج الصحيح للدين. فأنا رأيي إن إحنا يعني كان ليا فكرة اسمها اقرأ. دي كانت فكرة لمكتبة عصرية إن هي تبقى موجودة في جميع المحافظات، ويبقى فيها ندوات للكتاب والمفكرين والأدباء، ويبقى فيها ركن خاص لطلبة المدارس بالاشتراك مع الوزارات المعنية، بحيث إن إحنا نوفر لهم مكتبة حديثة وعصرية تساهم مع المكتبات العامة في نشر الفكر والثقافة والوعي، وده دور كل واحد فينا. ولا بنات اقروا كتير يا ولاد، صبيان ولا بنات اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد. اقروا بكل مجال، اقروا كتاب او جورنال، اقروا بكل مجال، اقروا كتاب او جورنال، اقروا بجميع الاحوال، اقروا خلوها هواية، اقروا كتير
كتير يا ولاد، عربي ولا لغات، صبيان ولا بنات، اقروا كتير يا ولاد، صبيان ولا بنات، اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد. في المكتبة في البيت تقروا، وعلوم رياضيات تقروا، في المكتبة في البيت تقروا، وعلوم رياضيات تقروا، وتاريخ أو حواديت تقروا، اقروا خلوها هواية، اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد، عربي ولا لغات، اقروا كتير يا ولاد. ولا بنات، اقروا كتير يا ولاد، صبيان ولا بنات، اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد. خلوا كتابكوا صديق ليكوا، بالمعرفة حيسليكوا، خلوا كتابكوا صديق ليكوا، بالمعرفة حيسليكوا، يملى حياتكوا ويديكوا، اقروا خلوها هواية، اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد، عرب ولا لغات، اقروا كتير يا ولاد، عربي ولا لغات، صبيان ولا بنات، اقروا كتير يا ولاد، صبيان ولا بنات، اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد. الكاتبة ليلى جوهر أمسكت قلمها ودونت في مفكرتها التي وضعتها في صندوقها الأبيض الكثير من الأمنيات للعام الجديد. نستمع. على المستوى الشخصي أنا أتمنى إن كل الأحلام والأمنيات اللي كل الواحد فينا تتحقق، وإن كل واحد فينا يحقق كل ما يتمناه، بس ده محتاج للجهد، للعمل، للتعاون، للمحبة، للإخاء بين أفراد المجتمع. أنا أتمنى إن إحنا نرجع إيد واحدة كلنا متكافلين، وفي بيسود بينا التكافل والمحبة ومعاونة الآخر والعطاء. نرجع لجذورنا المصرية الجميلة، لتربتنا الخصبة اللي هي بتخرج من أجمل ما فينا، بذور التسامح والمحبة والإخاء بين أفراد المجتمع. بتمنى إن أنا أشوف وطني مصر ده أعظم بلد في الدنيا. أتمنى إن إحنا كلنا نرجع بلا استثناء لحضن الطبيعة، إن إحنا نرجع لديننا الحنيف ولجميع الأديان اللي بتدعو لإعلاء القيم الإنسانية والحل بالأخلاق. رسولنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان على خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يعني خاطبه بإنك لا على خلق عظيم. فأنا أتمنى إن احنا نقتدي برسول الله ونقتدي بجميع الأنبياء اللي بيدعوا للمحبة والتسامح والإخاء بين أفراد المجتمع. وأتمنى إن احنا فعلا نبقى إيد واحدة ضد المخاطر والتحديات اللي بتواجه وطننا الحبيب. العالم اللي احنا بنعيش فيه عالم فيه مخاطر كتيرة جدا جدا، فاحنا لازم باتحادنا وبوعينا وبثقافتنا وبعلومنا وبمعارفنا وبإنتاجنا وبمصانعنا وبمزارعنا وبأرضنا الطيبة وبكل شيء جميل أظن وطننا مصر ده هنواجه كل المخاطر اللي بتحيط بينا، وفي نفس الوقت هيعلو الوطن إلى الأمام ويتقدم، وكل شيء هيبقى في أفضل حال وأحسن صورة، لأن إحنا بذلنا
أحلامنا وأهدافنا. فأنا بتمنى من خلال برنامج الصندوق الأبيض ومع المذيعة الجميلة ناهد فوزي إن إحنا نتطلع إلى الأمام وننظر نظرة أمل إلى المستقبل من أجل جيل جديد يتمتع بالعلم والثقافة والمعرفة، وان احنا نقدم له كل ما يحلم به من معيشه ومن احلام، ونحول احلامه فعلا الى واقع جميل يعيش به ويصبح لدى هذا الجيل الصندوق الابيض اللي احنا وضعنا فيه بعض من شخصياتنا وبعض من افكارنا وبعض من ملامحنا، بحيث ان هو بعد ما يمر العمر ويكبر يخرج من صندوقه الابيض مقتنياته الثمينه اللي هي الافكار والاحلام والامنيات اللي تحولت ان شاء الله باذن الله بايدينا وسواعدنا الى واقع. تحياتي وامنياتي الى عام مقبل جميل ان شاء الله باذن الله وسنه سعيده، ومعا من اجل عالم افضل. الكاتبه والمحاميه ليلى جوهر. شافش الرجال